هذا الرجل ارتكب فعل شيطاني لدرجة خلى ابنه الصغير يشهد ضده بالمحكمة. أهلا وسهلا بكم بعالم العجائب، وياكم حسين العنكوشي. هنا أحكي لك القصص بطريقة تخليك تعيش اللحظة، تحس نفسك داخل الحدث مو بس تسمعه. إذا تحب هالحماس اشترك وخلي لايك وخلينا نبلش. روني طفل عمره 8 سنين عايش بفلوريدا ويا أمه وأخته اللي عندها احتياجات خاصة، وكان يتمنى مثل كل الأطفال بيت مستقر وعائلة هادئة. أمه تحاول بكل قوتها توفر له هذا الشيء، بس المشكلة كانت بالأب أونيل. أونيل كان واحد عنيف داخل السجن وطالع منه أكثر من مرة، وعصبي طول الوقت، يصرخ يضرب ويسوي مشاكل بدون أي سبب، وبالأخير عافهم ولا يصرف عليهم ولا يسأل عنهم. وبصراحة حياتهم كانت بدونه أهدأ وأحسن بهواي. بس بسنة 2017 صار شيء غريب. أونيل كان واقف بالشارع وفجأة يصير درايف ثرو اطلاق نار عشوائي، وتجي رصاصة طائشة وتصيبه. ينقلوه للمستشفى وبعد فترة يطلع، بس ما لقى ولا واحد يريد يستقبله، لأن الإنسان كلش مش كل شيء وعنيف. لا أهله استقبلوه ولا حبيبته الجديدة، فما كان عنده غير خيار انه يتصل بأم روني هاي المسكينة ويقولها يا بنت الحلال انا ما عندي مكان اروح له، خليني اقعد يمكم حد ما اشافه. وام روني لان قلبها طيب قالت له تعال يرجع يعيش وياهم، وبدل ما يشكرها يرجع لطبعه القديم. ابو طبيع ما يغير طبعه، صراخ، عصبية، مشاكل، الى ان وصلنا الى 2018، اليوم اللي يغير حياتهم للأبد. يصير خلاف بسيط حتى ما نعرف شنو السبب، وفجأة أونيل يعصب بطريقة جنونية، ياخذ الشوت جان ويبلش يركض ورا أم روني داخل البيت، ومن هنا الظلام يبدي. أونيل يطلق النار على أم روني وبعدين يقتل أخته الصغيرة، وكل شيء صار قدام عيون روني. وبعدها يروح باتجاه روني وياخذ السكين ويطعن الطفل عدة طعنات، وبعدين يمسك القلن البنزين يصبه بكل البيت وحتى على جسم روني ويشعل النار. البيت كله يتحول إلى جحيم. الشرطة توصل وتشوف النار، وفجأة باب الجراج ينفتح ويطلع أونيل يمشي بكل برود ولا كأنه مسوي شيء. الشرطة تصيح عليه ارفع ايدك ارفع ايدك، بس هو يتجاهلهم تماما، فيضطرون يصعقوه بالكهرباء، وبعدها مباشر يقبضون عليه. وهم يسحبون أونيل للسيارة يلفت نظر الشرطة ظل يطلع من وسط النار يمشي ويتمايل بصعوبة كأنه يقاوم الموت. والشرطة ما مصدقين اللي يشوفوه. طلع الطفل روني جسمه محروق ومطعون ومغطى بالدخان، بس رغم كل هالألم والجروح الولد بعده حي. ينقلوه للمستشفى بحالة خطيرة جدا، الأطباء يتوقعون يموت، بس تلاحقوه وسووا له أكثر من عملية. وبعد كل هالعمليات شوية شوية بدأ يتحسن، وهنا يدخل حياته محقق اسمه مايك ظل يزور روني بالمستشفى كل يوم، يقعد وياه ويسولف له ويجيب له هدايا، وبعدين حتى جاب عائلته للمستشفى حتى يلتقون به ويقعدون يمه ويونسوه حتى يحس انه مو وحده بهالعالم. وبعد ما خلص روني من العلاج ورجع يمشي ويتنفس بدون أجهزة، المشكلة الحقيقية بعدها ما انتهت، لأن لازم يوقف بالمحكمة قدام أبوه اللي قتل أمه وأخته قباله ويشهد ضده، وهو الشاهد الوحيد اللي بقى من ذيش الليلة. المحكمة تبدي سنة 2021. أونيل يقرر يسوي المستحيل، يرفض المحامي ويقرر يدافع عن نفسه، ويا عين على الفوضى اللي صارت بالمحكمة. يبدي يتهم الشرطة انهم لفقوا الأدلة، ويقول انهم علموا روني يكذب ضده، وحتى جريمة قتل أم روني يقول عنها هذا دفاع عن النفس. المحكمة كلها تنقلب فوضى، وهو يصرخ بكلمات راح تظل مشهورة، يقولهم تعتقدون أنا قاعد ألعب هنا؟ أنا ما قاعد ألعب، وهذا فيديو حقيقي. All right, Mr. O'Neill, please stop using swearing language. It's not appropriate in a closing argument. القاضي يقول له اهدأ، والجمهور مصدومين، والقضية تصير أغرب من الخيال. المحكمة كلها واقفة على أعصابها، لأن اللحظة اللي بعدها هي الأصعب. روني لازم يوقف بوجه أبوه ويشهد ضد الشخص اللي حاول يقتله، والأصعب من هذا كله أونيل الأب هو المحامي، يعني هو اللي راح يسأل ابنه. يدخل روني للمحكمة، طفل عمره 11 سنة، جسمه بعده يحمل آثار الطعن والحروق، بس واقف بثبات ما يتوقع أحد. وأونيل يطلع وياه بكل برود ويسأل. Attacked him.
Did I hurt you that night of this incident? Yes. I did. And how did I hurt you? You stabbed me. Did I hurt you that night? أنا أذيتك بذيش الليلة؟ وينطي الطفل الجواب اللي يقتل القاعة كلها بالصمت. يقول له إيه أنت طعنتني. Yes you stabbed me. نعم أنت طعنتني. المحلفين ينصدمون، القاضي ينزل راسه، والحضور كله يحبس أنفاسه، والطفل روني بدأ يحكي لهم شنو صار بذيش الليلة السوداء، يحكي لهم شلون قتل أمه وشلون قتل أخته وشلون حاول يقتله وشلون طلع من النار وهو ينزف حتى يعيش. كلماته كانت كافية حتى تنهي القضية كلها، والمحكمة تصدر حكمها، وأونيل مذنب بكل التهم، جريمة قتل، محاولة قتل، إحراق متعمد، إساءة لطفل وكل شيء، والقاضي يحكم عليه ب3 مؤبدات زائد 90 سنة سجن. أما روني بعد ما فقد أمه وأخته بنفس اليوم وقضى سنة كاملة يتنقل بين دور الرعاية، عايش من مكان لمكان بدون بيت ثابت ولا عائلة تحتويه أو تحس بألمه، إلى أن اجت اللحظة اللي غيرت حياة روني كلها. تتذكرون المحقق اللي كان يزور روني بالمستشفى، الرجال الوحيد اللي خوياه من أول يوم للحادث؟ المحقق مايك. المحقق مايك يستلم اتصال من موظفة الرعاية وتقول له بصوت يأس ما تقدر تلقى بيت لروني، تعرف أي أحد يقدر ياخذه؟ أول ما يسمع المحقق مايك السؤال يفرح ويقول بصوت واثق أعرف، جيبوا روني احنا نسبناه. وبهذاك اليوم روني انتقل من طفل ضايع بين البيوت إلى ولد عنده أم وأب وأخو وعائلة حقيقية تحبه وتخاف عليه، وتحقق الشيء اللي كان يحلم بيه طول العمر، بيت آمن وحياة مستقرة وعائلة عوضة كل اللي خسره. أما أبو أونيل فانتهت حياته ب3 مؤبدات زائد 90 سنة وبعد ما يشوف الحرية أبد. أنا ما قاعد أبكي، أنت اللي قاعد تبكي.